نتحدث عن قمة شامخة وعن علم من أعلام المسلمين حق لنا أن نفخر بهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. جبل شامخ وشخصية فذة ورجل فريد. إنه ثاني الراشدين، إنه عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق رضي الله تعالى عنه. أحدث بلسان الصادق المصدوق كيف وقد مدحه من هو أشرف وأكرم وأجل وأعلى من الناس جميعا. مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعلم عمر العدل في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي دين تام يا من جاريو كمل الدين يا من فضل. إيها يا ابن الخطاب إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير الذي سلكته. وافق الوحي في مواطن كثيرة في حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تمنى أن تنزل آية فنزلت في الأسرى. نزل القرآن يوافق رأيه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد أن يصلي عليه. قال رسول الله أنا أؤمن بذلك. قال وأبو بكر وعمر ولم يكونا ثمة، ما كانوا حاضرين. نيابة عنهم يقينا قال أنا مؤمن، وأي حاجة أنا مؤمن بها أبو بكر وعمر مؤمن بها. قاطع شكه وضامنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمنى أن يلقى الله بأعمال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعرف بخوفه من الله، كثير الخوف من الله، حتى حفظ الناس يا ليت أم عمر لم تلد عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لو عثرت بغلة بالعراق لسئل عنها عمر. يأكل الطعام الناشف وفي المدينة مجاعة وبطنه تقرقر، يقول لها قرقري أو لا تقرقري، فوالله لن تشبعي من الطعام حتى يشبع آخر طفل من المسلمين. قال يا جابر ما هذا؟ قال هذا ما اشتهيت فاشتريت. قال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أما تخاف أن يقال لكم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ أشبع المسلمون من اللحم؟ قالوا لا. قال بئس الراعي أنا إن شبعت من أطايب الطعام وتركت للرعية كراديسها. الكراديس العظم، قال أكل اللحم وأدي الناس العظم. أبى أن يأكل، فإن وجد ظلا نام، وإن لم يجد ألقى على الشجر كساء ونام تحته. قال يكفي أن يحاسب بها رجل من آل الخطاب واحد، كفاية.